عارف إحساس إنك تبُص في المراية ويكون مش عاجبك شكلك؟ عارف إحساس إن أنت لمّا تكون قاعد بتاكل عمّال على بطّال وبرضه مش شايف نتيجة؟ أنا كنت واحد من الناس دي. تعالَ بقى لمّا أقول لك إزاي قدرت أزيد من 52 كيلو ل100 كيلو. إزيكم يا رجالة، يا رب دايمًا تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن مشكلة النحافة والناس دايمًا اللي وزنها قليل، اللي بتاكل كتير ومش بيبان عليها. أكيد لو أنت حد نحيف سمعت كتير من التعليقات دي. بياكل ما بيتخنش يا بخته. بتعملوها ازاي دي؟ للأسف في العالم المظلم اللي إحنا عايشين فيه دوّة ما حدش بيقدّر مشاكل التاني، لأ ده كمان بيغِل منه وبيحقد عليها. يعني التخين بيحقد على الرفيع ونِفْسه يبقى مكانه، والعكس صحيح، الرفيع بيحقد على التخين وبرضه كذلك نِفْسه يبقى مكانه. ما حدش عاجبه حاله. لو جينا في عالم الgym الناس النحيفة ديّة بنسميها hard gainer عشان بيقابلوا صعوبة في زيادة الوزن والعضلات. وخلّيني أقول لك كمان إن الموضوع مش بيقف بس عند مشكلة النحافة، لأ، الموضوع كمان بيحسّسك إن أنت واقف مكانك. ناس كتير بدأت بعد منّك وعدّتك وكمان بقت أحسن منّك. تيجي تبُص لنَفْسك في المراية مش عاجبك شكلك وده بيخلّي ثقتك في نَفْسك قليّلة ومهزوزة. حرفيًا أنت ما عندكش ثقة في نَفْسك. تيجي تلبس الهدوم تلاقي نَفْسك غرقان جوّه الهدوم وتايه جوّه التيشيرت حرفيًا. وعاوز أقول لك أنا كنت واحد من الناس دي. فعشان تعرف تحل مشكلة النحافة لازمًا الأول نعرف إيه أسباب النحافة. بمجرد ما تعرف الأسباب ده أول خطوة إنك تعرف توصل للحل. السبب الرئيسي والأول لمشكلة النحافة هو إنك ما بتحسبش سعراتك الحرارية اللي جسمك بيحتاجها. لازمًا تحسب سعرات جسمك. هييجي واحد دلوقتي وهيقول لي يا عم أحسب إيه؟ أنا عاوز أزيد مش أخس. انا عايز ازيد مش اخس، ازيد مش اخس، ازيد مش انت مش شايفني؟ معاك. أنت الفكرة كلها إنك بتحسب سعراتك الحرارية اللي جسمك بيحرقها، وباشوف جسمي بيحرق قد إيه وباعمل فائض سعرات بتاع 300 أو 500 سعرة زيادة عن الحرق بتاعي. بمعنى أصح هنضرب مثال، لو أنا دلوقتي باحرق 3000 كالوري وعاوز أزيد فهاعمل فائض سعرات، يعني هادخّل سعرات أكتر من اللي جسمي محتاجها من 300 ل500 كالوري. يبقى أنا المفروض أدخّل كام؟ 3500 كالوري، لأن أنا الحرق بتاعي 3. لمّا بازوّد السعرات جسمي بيزيد، والعكس صحيح، لمّا باقلل السعرات ده لو في حالة لو أنا عاوز أخس، بانزل في الوزن. يعني من الآخر عشان تزيد لازمًا تاكل أكتر من اللي جسمك بيحرقه في اليوم. فأنت مش هتعرف تحسب الموضوع ولا هتعرف أنت بتدخّل قد إيه غير لمّا أنت أصلًا تكون عارف أنت جسمك بيحرق قد إيه، وبتحسب الأكل اللي بيدخل جوّه جسمك قد إيه. فأنا للمرّة الأخيرة لازمًا تحسب سعراتك وتدخّل أزيد من اللي جسمك بيحتاجه ب500 سعرة أو ب500 كالوري. هنا لو جينا بصّينا على الناس النحيفة هتلاقيها دايمًا بتتقسم لنوعين. نوع هو أكلته ضعيفة ودايمًا نِفْسه مسدودة، وده أمره سهل معروف مشكلته ومعروف حلّها. أمّا بقى النوع التاني دوّة أكيد أنت تعرف حد فيهم. حد يبقى رفيع جدًا تقعد معاه في أكلة ما شاء الله، هو ياكل الأخضر باليابس بالقالع باللابس وتيجي تبُص الناس تستغرب هو إزاي بياكل الكميات ديّة ومش باين عليه. هنا حابب أقول لك أتكلم عن النوع ده بالتفصيل لإن أنا كنت من النوع ده. أنا من النوع اللي دايمًا كنت باكل أكل بكميات كبيرة، يعني أقعد في الأكلة ممكن ما أقومش غير وأنا ناسف الطبق، واستغرب أنا حرفيًا جلد على عضم. ده كنت أنا حرفيًا بالمعنى الحرفي. ودايمًا كنت باخد انتقادات اللي هو أنت بتاكل كتير، أنت ما بتتخنش ليه؟ الأكل ده بيروح فين؟ طب أنت بتاكل وبتطول، إيه ده؟ مش حاجات من التعليقات من النوعيات دي. بس لو جيت حسبتها أنا في الأول كنت فاكر إن أنا ما باكلش ما بازيدش عشان باكل ومش بيبان عليَّ وأنا عندي مشاكل في المعدة أو عندي ديدان والحاجات دي كلها. لأ، الفكرة كلها إن أنا كان معدل الحرق بتاعي عالي وباكل. لو أنا مثلًا باكل في 3 وجبات في اليوم، ممكن مثلًا لو جيت في أكلة الغدا كلت كمية كبيرة، كلت في الفطار، آجي أبُص مثلًا أنا كواحد من الناس أنا معدل الحرق بتاعي 3700. فلمّا جيت أصلًا حسبت معدل الحرق بتاعي وركزت في الأكل اللي أنا بادخّله ألاقي يوم ما باقول إن أنا كلت أوي بادخّل 2000، 2000 ونُص كالوري. فعشان كده دايمًا كنت في النازل. فأنت اللي بتشوفه دايمًا بياكل كتير دوّة وما بيبانش عليه، هو بيدخّل أقل من معدل
الحرق بتاعه. ممكن عادي يا عم، ممكن الاكله دي هو كل كويس بس هو طول النهار ما كلش، ممكن ما فطرش كويس، ممكن اليوم ده هو ياكل كويس بس باقي الاسبوع هو ما بياكلش، عنده شغل عنده دراسه فمش فاضي للاكل. فالمهم اللي نستفيده من الموضوع دوت ان انت لو ما اكلتش اكتر من اللي جسمك بيحرقه هتفضل رفيع وهتفضل جسمك قليل. تمام. في نوع تالت بس ده بيبقى نسبة بقى قليلة جدا جدا جدا، يعني دي بتبقى ناس أقلية، بس أغلبية الناس بقى هي بتروح للحتة دي، وهو بيكون نحيف بسبب إن عنده مشاكل في الغدد الدرقية ويكون عنده مشاكل في الهرمونات. أغلبية الناس دايما بتلجأ في الموضوع دوت إن إيه، أنا عندي مشكلة في الغدة، بس هو قال كده بناء على ايه؟ هو لا، عشان بس كسل ان هو يعمل دايت وكسل ان هو يحسب اكله، مع كأنه هو لو حسب اكله وعمل دايت مشي عليه وزود وجباته هيزيد عادي. لا، بس احنا كناس بنحب نستسهل شماعة. لا والله انا ما بزيدش عشان انا عندي مشاكل في الغدة. طب هل انت عملت تحاليل؟ طب هل انت جربت تعلي السعرات بتاعتك تزود وجباتك؟ لا. فتالت نوع الغدد الدرقية، ودي بتبقى نسبة قليلة جدا. كده احنا عرفنا اسباب النحافه. تعال بقى اقول لك الحلول بتاعتها ايه. اول خطوه، انزل اتمرن. اول خطوه لازم تعملها عشان تزيد في الوزن، لازم تخلي جسمك يطلب منك اكل. تعملها ازاي ديت؟ لازم تتمرن. لما بتنزل تتمرن عضلاتك بتشتغل، فبالتالي عضلاتك بتطلب غذاء، فبالتالي هتحس ان انت جعان. عمرك سمعت عن جمله الحديد بيجوع؟ على فكره الجمله دي حقيقيه مليون في الميه. فانزل اتمرن وبلاش علوية. بس عاوزك تركز معايا في نقطة مهمة. كل الحاجات اللي انا بقولك عليها ديت لو انت عملتها من غير ما تتمرن، هو انت اوريدي كده كده هتزيد، بس مش هتزيد عضل، هتزيد دهون. لان معروف العضلات عشان تكبر بتبقى محتاجة غذاء وتمرين. هتدخل الغذاء من غير التمرين هيتحول لدهون. تاني حاجة، نسبة البروتين. لازم تدخل احتياجك من البروتين كامل. وبتدخل قد ايه؟ بتدخل 1.5 جرام لكل كيلو من جسمك. يعني انت لو وزنك 50 كيلو بضربه في 1.5، يعني انت محتاج 75 جرام بروتين تدخلهم يوميا. لو وزنك 100 كيلو محتاج تدخل 150 جرام بروتين يوميا. طب ايه هي مصادر البروتين؟ طبعا اكيد كلنا عارفينها، زي اللحوم، الاسماك، الفراخ، البيض، الجبنه القريش، العدس، الفاصوليا، الفول. كل دي مصادر بروتين تقدر تعتمد عليها وتدخلها من الاكل. الدهون الصحيه. الدهون الصحيه دي يا معلم بقى الجوكر بتاع اللعبه، السلاح السري بتاعك في موضوع الضخامه. ليه؟ لان كل جرام دهون بيعادل حوالي 9 سعرات حراريه، بمعنى صح ضعف الكرب والبروتين تقريبا. فبدل ما تتعب نفسك في اكلات كتير وكميات ضخمه في الاكل، لا انت ممكن تزود السعرات بتاعتك عن طريق الدهون الصحيه. طب ايه هي بقى الدهون الصحيه عموما؟ الدهون الصحيه زي زيت الزيتون، ممكن تحطه على الاكل، زبده فول سوداني، المكسرات بانواعها، الفستق واللوز وعين الجمل والفول السوداني والافوكاتو. كل ده يا معلم بيندرج تحت الدهون الصحيه. ودي ميزه خطيره ليك كهارد جينر، انك تاكل كميات قليله بسعرات عاليه عشان ما تشبعش، عشان تفضل تاكل مره واثنين وثلاثه وتقدر تزود وجباتك بكل سهوله. بس خد بالك عشان عارف ان في ناس كتير هتتذاكى. انا قلت زيت الزيتون، زيت الزيتون فقط اللي يتحط على الاكل، عشان ما تروحش تضرب لي اكل مقلي ومعمول بزيوت مهدرجه وتقول يا باشا دي دهون صحيه. لا، احنا عاوزين نزود وزن بشكل صحي، مش عاوزين نكرش ونبوظ الدنيا. رابع حاجه الكرب. نيجي بقى لاكتر حاجه الناس بتغلط فيها وبتتلخبط فيها، وهي الكرب. الكرب دوت بيبقى مصدر اساسي للطاقه، من غيره مش هتعرف تضخم. بس مش اي كرب وخلاص، لا احنا بنبقى عاوزين كرب سريع الهضم عشان يكون خفيف على المعده وتقدر تاكل منه بكميات كبيره من غير ما تحس بتخمه. طب ايه هي اصلا مصادر الكرب بالاخص سريعه الهضم وسريعه الامتصاص؟ زي الرز، الشوفان، المكرونه، البطاطس المهروسه، البطاطا. كل ديت يعتبر مصادر للكرب، بناخدها قبل التمرين عشان تديك طاقه وتقدر تتمرن وترفع اوزان، وبتاخدها بعد التمرين
عشان تعوض اللي انت خسرته وانت بتتمرن. خامس حاجة، اشرب عصاير بين الوجبات. دي حركة ناس قليلة قوي اللي بتعملها، ولكنها جامدة جدا قوي فوق ما تتخيل. لو انت مش قادر تاكل، اشرب. بمعنى صح، المعدة بتقبل السوائل اسهل بكتير من الاكل، وده بيديك فرصة ان انت تزود سعراتك من غير ما تاكل. بتشرب مشروب واديك بتزود سعرات، وبيبقى يعني مثلا جرب تعمل الشيك ميل، اللي هو بيبقى موز، شوفان، زبدة فول سوداني وعسل. اضربهم في الخلاط يا باشا واشرب. مبروك، دخلت 800 سعر حراري، 800 كالوري كده من غير ما تاكل اي حاجة. وده اللي بيخليك بقى يفرق معاك. انت من غير ما بتاكل، لو خدت لك مثلا المشروب ده مرتين في اليوم، اديك دخلت 1500 كالوري، 1600 كالوري بالميت. فكل ده هيفرق معاك، او 1500 من غير ما تاكل بالوجبات بتاعتك اللي انت بتاكلها في اليوم. صدقني الموضوع مش صعب والموضوع مش سحر. هي الفكرة كلها بس محتاج تحسب انت بتاكل ايه. في الاخر يا بطل، مفيش حاجه اسمها انا مستحيل اتخن، في حاجه اسمها انا لسه ما طبقتش الصح. جسمك مش ضدك، بس جسمك محتاج منك ان انت تفهمه وتديله اللي هو محتاجه. لو نفذت كل الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي، صدقني انت مش هتعرف توقف زياده وزنك. مفيش نتيجه من غير شغل. ابدأ من النهارده، حتى لو خطوه صغيره هتفيدك وهتنفعك قدام. وبس كده يا رجاله، كده يكون الفيديو خلص. لو الفيديو بجد فادك وانت استفدت، ما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب عشان نكمل في السلسله دي سوا. وقول لي تحت في الكومنتات، تحب الحلقه الجايه عن التخسيس وحرق الدهون، ولا نكمل في زياده الوزن والضخامه؟ ونصيحتي ليك في الاخر، محدش هينفعك غير نفسك.